ولد الدكتور حسن أورموشوف عام 1951 في منطقة إيسيكول بقرية طور إيغير. تخرج في كلية التاريخ بالجامعة الوطنية عام 1974، وشغل العديد من الوظائف العلمية والإدارية المرموقة، وهو صاحب إنتاج علمي وفير، فقد ألف أكثر من 10 كتب علمية و200 مقالة علمية وأدبية واجتماعية. وأما عن كتاب اليوم العلاقات القرغيزية الكويتية، فيتناول تاريخ العلاقات بين الأمتين القرغيزية والعربية منذ القرن التاسع الميلادي، كما تناول مراحل تطورها، ثم سلط الضوء على العلاقات بينهما في العصر الحديث، وخاصة بين الشعبين القرغيزي والكويتي، وتناول دور جامعة محمود كشغاري في توطيد العلاقة بين الدولتين، والتي توجت بزيارة الرئيس القرغيزي السابق ألمازبيك أتنبايف إلى الكويت والالتقاء بأميرها. وقد شكل قسم اللغة العربية والترجمة فريقا لترجمة الكتاب إلى اللغة العربية، مكونا من الأستاذ نور سلطان، الأستاذة ريتا، ومراجعة الدكتور فتوح يونس. وأدعوك عزيزي المشاهد إلى الوقوف على صفحات هذا الكتاب لتتعرف على طبيعة العلاقات المتميزة التي تربط بين الدولتين وآفاق التعاون المشترك بينهما. عاشت دولة كرغيزستان، وعاشت دولة الكويت.